الكوليسترول هو منبع الأنوثة والرجولة. الكوليسترول هو السبستريت اللي بنصنع منه الثيرويد هرمونز. يعني ايه؟ يعني من غير كوليسترول جسمك مش هيقدر يصنع ولا هرمونات أنوثة والذكورة اللي هي التستوستيرون والإستروجين والبروجسترون، ولا هيقدر يصنع هرمونات التوتر اللي هي الكورتيزول واللي مهمة أحيانا في مواجهة ضغوطات الحياة، ولا هرمونات الأملاح اللي هو الألدوستيرون واللي مسؤول إنه يظبط ضغط دمك. يعني ايه؟ يعني انت لو وقفت دهون وكوليسترول تماما انت كده بتضرب مصنع الهرمونات في جسمك في مقتل. الدهون والمخ والنسيان. ليه معظمنا بيشتكي من النسيان والضباب الذهني؟ لان المخ هو اكبر عضو دهني في جسمنا، تقريبا 60% منه عبارة عن دهون. الخلايا العصبية محاطة بغشاء بنقول عليه المايلين شيف. المايلين شيف ده مكون من حاجة اسمها DHA اللي هي نوع من الأوميجا 3. الدهون دي بتعمل حاجتين: بتسرع من نقل الإشارات الكهربائية بين الأعصاب، وبتصنع مواد معينة اسمها نيوروبروتكتنز. المواد دي بتشتغل كدرع حماية بيحمي خلايا المخ من إنه يحصل له التهاب أو من إنها تموت. لو مخك ما فيهوش الدهون دي شبكة اتصالاتك هتبقى بطيئة وهنشتكي كلنا من النسيان. تخيل إن الدهون اللي بتاكلها مش بس اللي قلناه، دي ريموت كنترول لجيناتك. في انواع من الدهون الصحيه بيدخل جوه نواه الخليه وبيعمل حاجه مذهله. الدهون الصحيه دي بتمسك في بروتينات موجوده في نواه الخليه اسمها البارز. البارز دي بروتينات بتدي اوامر مباشره لجيناتك علشان يحرق دهون اكتر، علشان يطفي جينات الالتهاب والمناعه الهايجه، ويزود من حساسيه الخلايا للانسولين. يعني ببساطه بنوع الدهون اللي انت بتاكله انت بتدي امر لبرمجه جسمك، يا اما يحرق ويتحسن يا اما يخزن ويتعب. زي بالظبط فلاشة اليو اس بي اللي بتركبها في الكمبيوتر بتاعك. لو ركبت فلاشة فيها برامج نظيفة اللي هي الدهون الصحية اللي احنا بناكلها، في الحالة دي الكمبيوتر هيشتغل بسرعة أكبر وهيحرق ملفات الدهون اللي موجودة فيه. أما لو الفلاشة دي فيها فيروسات هتعطل الجينات وتخلي الحرق يقف. كمان ما ننساش إن الكوليسترول ده هو المادة الخام لفيتامين دي اللي مهم جدا للعظام. آخر حاجة الأيكوزومايدز. يعني إيه؟ جسمنا الدهون اللي احنا بناكلها بتتحول في جسمنا لمواد كيميائيه اسمها ايكوزومايدز. الاوميجا 6 بتطلع مواد بتعمل التهاب زي البروستاجلاندينز، دي اللي بتخلي الجسم في حاله التهاب. ده مش وحش دايما، ده جسمنا محتاجه لما يتجرح علشان الجسم يدافع عن نفسه، بس دي رسائل حرب. الاوميجا 3 بتتحول في جسمنا او بتطلع في جسمنا مواد اسمها ريزولفنس، من اسمها حلالة المشاكل. دي اللي بتهدي الالتهاب اللي موجود وتبدأ تصلح الجسم من أول وجديد، وكمان تحمي الأعصاب بتاعتنا. نوع الزيت اللي بتستخدمه هو اللي هيحدد جسمك هيبعت رسائل حرب واستنزاف ولا رسائل سلام وإصلاح. آخر حاجة، من غير الدهون الفات سوليبل فيتامينز، الفيتامينات اللي بتحب تدخل الجسم من خلال الدهون أو بتكون محملة على الدهون زي فيتامين A، فيتامين E، فيتامين D، فيتامين K، جسمي مش هيتعرف عليها اصلا او جسمي مش هيستفيد بيها. هفضل اخد مكملات لما يحصل نقص في اي واحد فيهم، وفي الاخر انا مش مستفيده باي حاجه لو انا اخدتها في وجبه ما فيهاش دهون. كل ده كان السبب ان العلم يعتذر للدهون الطبيعيه. الهرم الغذائي اتقلب لاننا عرفنا ان الدهون الصلبه الطبيعيه هي اللي بتدي تماسك للغشاء، والدهون الغير مشبعه هي اللي بتدي سيوله، والكوليسترول هو اللي هيظبط الايقاع ما بينهم. لما تختار دهون صحيه زي زيت الزيتون، زي الأوميجا 3 اللي موجودة في مصادر حيوانية زي الأسماك الدهنية، أو مصادر نباتية زي اللي موجودة في بذور الكتان أو بذور الشيا، كل ده أنت مش بس بتغذي جسمك، أنت كمان زيت مخك، بتحمي قلبك وبتطفي حرايق الالتهاب في جسمك. جسمك بيبني نفسه من اللي بتقدمه له. ابني خلاياك صح، اختار دهونك بذكاء. كل الكلام العلمي ده جميل، لكن المهم والأهم بالنسبة لي إزاي هطبقه، ازاي احول خلاياي من حالة الصدى والجمود لحالة من السيولة والنشاط. ركزوا معايا في ال5 خطوات الجاية دي، واللي هي خلاصة ازاي احول خلاياي من ان هي بتشتغل ضدي انها تبدأ تشتغل معايا. اول حاجة، واللي اوصانا بيها الرسول عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة وجاي دلوقتي العلم الحديث يثبتها لنا، وهي لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن زيت الزيتون وقال: كلوا من الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. زيت الزيتون خليه مصدر الدهون الرئيسي في اكلك. زيت الزيتون البكر ممتاز المعصور على البارد، لانه بيحتوي على الاوليك اسيد، واللي هو عباره عن مونو انساتيوريتد فاتي اسيد او احماض دهنيه غير مشبعه، واللي بتدي افضل توازن بين سيوله الغشاء واستقرار. تاني حاجه، حاول تبعد عن الدهون المتحوله اللي هي الترانس فات،
واللي موجودة في السمن الصناعي وأي حاجة داخل فيها السمن الصناعي، بالذات المخبوزات الجاهزة. رقم 3 مخك ومناعتك وحتى عينك وشرايينك، كل ده محتاج ال EPA وال DHA اللي هم نوعين من الأوميجا 3 والموجودين في الأسماك الدهنية زي ما قلنا كالسردين والماكريل والسلمون والتونة. حاول تخلي أي نوع من الأسماك الدهنية دي مرتين في الأسبوع. رقم 3 ما تخافش من الكوليسترول الطبيعي، كل بيض براحتك. آخر نصيحة عندنا، لو أكلت طبق سلطة حاول تحط عليه أي مصدر للدهون علشان أستفاد من الفات سوليبل فيتامينز اللي موجودة في طبق السلطة، فمحتاجة مصدر للدهون علشان فعلا جسمي يقدر يمتصها ويستفيد بيها. فنحط على طبق السلطة ده ممكن نص ثمرة أفوكادو، معلقة من زيت الزيتون، أي حفنة من المكسرات أو البذور، خاصة بذور الكتان وبذور الشيا لأنهم بيحتووا على الأوميجا 3.